مش هي ازاي يا عم؟ يا عم اتقي الله، مش هي ازاي؟ قال دي مش هي اللي بتتباع ب 2500 جنيه. نعم، في حاجه اسمها مش هي يا عم؟ طب اكذب كذبه عدله. طيب بص، هي ونص وربع وتلت وكل حاجه ب 1200 جنيه. عرفت بقى الفرق؟ 1200 جنيه من 2500 جنيه، يعني اقل من نص. وبعد كده تيجي تقول لي الحق انا عامل عرض 50%، الحق انا عامل عرض 30%، دي بقت ب 1800 بدل 2500. بعد ما تقعد تحف فيها في 2500 بعد كده تعمل لي عليها عرض ب 1800 ولا ب 1500. يا عم انتوا بتعملوا عروض فيك، وفي الاخر لما ننزل بيها ب 1200 جنيه، لا اصلك مش هي، اصلك مش التقفيل. لا يا شيخ، تعالى حبيبي تعالى. يعني مش هي كونتيننتال دي، ومش هي الختم ده، ومش هي نفس الكثافه دي، تمام؟ مش هي، ها؟ طيب، ومش هي نفس الصناعه بتاعتك دي يا حبيبي، فيتنامي دي اللي هي اصلا صيني، وعمرك ما هتقول للناس ان هي صيني اصلا. طيب، مش هو نفس الفرش ده يا بابا؟ نفس الفرش صح؟ طيب، مش هي نفس الانتي بكتيريا دي؟ تعالى يا انس، الالياف البص المايكرو فايبر دي يا حبيبي اهي، المايكرو فايبر الالياف اهي. تعالى التقفيل من جوه اهو. طب حتى اللون يعني، حتى تعالى يا انس اهو، الصوت اهو تمام. طب تعالى بقى بص، انا مش التقفيل. تعالى بابا تعالى، بص يا انس، ادي التقفيل اهو يا بابا، اهو التقفيل بتاعنا اهو. يعني عايز ايه امارات تانية؟ اهي اهي تمام، ادي التقفيل اهو، وادي القطعه اللي ورا. بص حتى نفس فكره القطع، بص صلبه شويه. هنمسك بس دي ونلبس على طول. فما تقولش مش هي. بص، ما انت عشان حفيت فمش لاقي مبرر. انت عشان حفيت من البدايه مش لاقي مبرر، مش عارف تطلع تقول ايه، فلازم هتقول مش هي وتكذب. بس اتقي الله، انت حفيت وكسبت كتير قوي، تمام؟ بس خسرت حاجات ياما قوي 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 عمرك ما هتفهمها. دنيا واخره، خسرت دنيا واخره حتى يا عم اقول لك على حاجه، في التجاره حتى غلط. يعني حتى في التجاره المكسب اللي انت كسبته ده اسمه مكسب خطأ، مش مكسب صحيح. يعني مكسب بالسلب مش بالايجاب. تخيل في حاجه اسمها مكسب سلب ومكسب ايجاب. انت حتى المكسب بتاعك ده كان مكسب سلبي عليك مش ايجابي، يعني مش هيكسبك، هيوديك ورا مصنع الكراسي. لا اله الا الله، الله المستعان. السلام عليكم.